صباح الخير يا أبطال. النهاردة هنشرح الدرس الرابع في منهجنا الجميل، والدرس اسمه بعض مشكلات الاتصال بالإنترنت وحلها. يلا بينا نبدأ سوا. في زماننا دلوقتي الإنترنت بقى جزء مهم جدا من حياتنا اليومية، بنستخدمه في كذا حاجة زي المذاكرة، ألعاب، تواصل. لكن أحيانا ممكن نواجه مشاكل في الاتصال بالإنترنت، زي إن الشبكة مثلا تبقى بطيئة أو تفصل فجأة. عشان كده لازم نتعلم ازاي نعرف سبب المشكلة ونحاول نحلها بطريقة سهلة ومنظمة. يعني عندنا مثلا العلماء بيستخدموا الانترنت وبرامج مكتبية زي الوورد والاكسل والباوربوينت، وبيستخدموا كمان البريد الالكتروني والاجتماعات الاونلاين زي جوجل ميت وزوم. ليه؟ عشان يشاركوا ابحاثهم واكتشافاتهم مع غيرهم. لكن يا ترى يعملوا ايه لما الكمبيوتر يرفض ان هو يشتغل معاهم او يتعاون معاهم؟ دي بتحصل مع الكل مش العلماء بس. عشان كده لازم نتعلم ازاي نحل المشاكل دي عشان شغلنا او دراستنا متقفش. يعني عندنا اول مشكلة ان الكمبيوتر يكون بطيء لما بفتح اي برنامج. ايه الحل بتاع المشكلة دي؟ في 3 اقتراحات. اول اقتراح ان احنا نعمل ريستارت للجهاز، نعيد تشغيل الجهاز. تاني اقتراح نشوف لو في تحديثات محتاجة تتعمل ونعملها. تالت حاجة نحذف أي برنامج مش بنستخدمها، ملوش لازمة. عندنا تاني مشكلة، المتصفح بيكون بطيء. المتصفح ده عبارة عن ايه؟ اللي هو البراوزر، اللي هو زي جوجل كروم، سفاري، بريف. تمام. لو بطيء فالحل بتاعه ايه؟ ان هو الاقتراح الاول نحدث المتصفح ذات نفسه، نعمل ابديت للمتصفح. تاني حاجة نفحص إشارة الواي فاي. عندنا تالت مشكلة. ايه هي المشكلة التالتة؟ سرعة التحميل بطيئة. طب الحل بتاعها ايه؟ في 3 اقتراحات. أول اقتراح نعمل ريستارت للجهاز والراوتر، نعيد تشغيلهم تاني. تاني واحد نتأكد من سرعة الإنترنت. تالت حاجة نحذف أي برنامج مش ضروري. رابع مشكلة عندنا الكمبيوتر مش بيتصل بالإنترنت. الحل بتاعها ايه؟ في 5 اقتراحات. اول حاجة نستخدم اداة اصلاح الواي فاي. تاني حاجة نتصل بالشركة لو المشكلة مستمرة. تالت حاجة نجرب كابل ايثرنت بدل الواي فاي. رابع حاجة نقفل الراوتر ونفتحه تاني، نعمل ريستارت للراوتر. خامس حاجة نتأكد ان الراوتر اصلا متصل بالانترنت. وفي النهاية لازم دايما نمشي بخطوات منظمة عشان نوصل لحل اسرع وادق. اتعلمنا النهاردة إن مشكلات الإنترنت ليها أسباب بسيطة وسهلة الحل، ممكن نحاول بنفسنا نحلها قبل ما نطلب المساعدة، زي التأكد من الواي فاي أو إعادة تشغيل الجهاز. بعد كده ممكن لو إحنا معرفناش نحلها نتصل بخدمة العملاء. وأهم حاجة نفتكر إن الإنترنت وسيلة مهمة بتساعدنا